ازيكم يا شباب، معاكم مستر باء، والنهارده ان شاء الله هنحل امتحان الاستاتكس بتاع التايل اكزام بتاع الوزاره في 2023. بيقول لي في نمبر 1 A B C D E F is a regular hexagon و X Y و M و N are the main points of C D E F B C and A F respectively. مديني ميد بوينتس كده اهو. بيقول لي عايز اعرف الريزلتنت بيأكت في انهي دايركشن. الريزلتنت بيأكت في انهي ايه دايركشن. حلو. اول حاجه دلوقتي هو انا لو عندي الاي اي كده ده بيكون بكام؟ بال روت 3. تقول لي مثلا ده هدف، ويقول لك يا عم ما يشغلكش، تعالوا نفترض ان الاي كده اهو، وفي عند البوينت اي فورس هنا كده ب 4، وعند البوينت اي هنا فورس بكام؟ ب 12. هو مبدئيا الريزلت هيكون قريب من مين فيهم؟ 4 ولا 12؟ طبعا 12 هيكون في حته هنا كده. طب حد يعرف يقول لي بريشيو كام تو كام؟ حد يقول لي مثلا انا اعرف، اقول له ايه؟ هيقول لي 3 تو 1، اقول لك توب. اللي يقول لي 3 ل 1 هنا اقول له توب التوب. ليه بقى يا باشا؟ عشان نفس الريشيو بتوين الفورسز هي تبقى نفس الريشيو بتوين اللينسز، بس بالعكس. عشان من الاخر لما انت تقول لي 4 باي 3 هتساوي 12 باي 1. حلو قوي. تقول لي مستر يعني ايه من الاخر؟ هقول لك يعني لو ده هنا تلت، قصدي ربع، ربعين وربع، يبقى انا عندي ايه؟ همشي ربع من عند ال 12. يبقى انا هنا دلوقتي الريزلت هيكون فين؟ في الان ام اللي هي نمبر ايه. سؤال سهل جدا ما فيهوش ستيبس، مجرد بس ما انت ترجمت فكرته هتخلصه في ثانيه الا ثانيه. يلا يا باشا اللي بعده نمبر 2. طبعا انتم مستغربين من اللبس ده، مش نفس الطقم السويت شيرت الاولاني، هتلاقي بقيت الطقم كله نفس الحاجه بعد السؤال ده. ليه؟ حصل مشكله بس في السؤال ده، كنت اتلخبطت يعني في الحل، فجيت اعيده المره اللي بعدها. تمام؟ هو مش مره بعدها الصراحه، النهارده العيد، سنة طيبين. جاي اصور والله فاهم بعد صلاه العيد على طول. المهم بيقول لي force F acts in the xy plane and the equation of its line of action is y plus 4x equal 5 if A ب 1 و 5 و B ب 2 1 2 points the plane then A. معلش طبعا لو انتوا شايفين يعني مخنوق او متضايق، بس عشان فيديوهات كتير قوي جدا باظت طبعا، قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على كل شيء، لعله خير يعني. بس متضايق طبعا. انا الصراحه كنت مفروض النهارده اللي هو العيد، او اليوم العيد يعني يوم الجمعه، كنت المفروض اكون نزلت لكم رينج 12 او 16 امتحان، بس حصل مشكله كبيره ومشيئه ربنا في 8 امتحانات راحوا. الحمد لله على كل شيء. المهم بيقول لي a force F act in the xy plane، تمام، والايكويشن of its line of action is y plus 4x equal 5. دي ايكويشن الفورس عند البوينت A و B. بيقول لي 2 بوينتس على البلين، عايز اعرف هل مومنت A بتساوي نيجاتيف مومنت B، مومنت A اقل من مومنت B، مومنت A بتساوي مومنت B، ولا مومنت A اكبر من مومنت B. طيب مبدئيا هتقول لي مثلا طب انا اعرف ازاي؟ هقول لك مبدئيا انا ممكن احسب الديستانس من البوينت A للفورس ومن البوينت B للفورس، صح؟ ولو طلعت نفس الديستانس يبقى هم حاجه من الاثنين، يا اما هم بارل اف بارل اي بي، او الاف بتبايسكت الاي بي، وساعتها هكون شغال يا اما مع دي يا اما مع دي. طب افرض جبت اللينس من الاي للفورس ومن البي للفورس، طلعت واحده اكبر من الثانيه، مثلا طلعت لينس الاي مثلا ب 3، طلعت لينس البي مثلا ب 2، ساعتها يبقى اكيد مومنت الاي اكبر من مومنت البي، صح؟ عشان لو لينس الاي مثلا ب 3 واللينس البي مثلا ب 2، فمومنت الاي هتساوي 3 في اف، مومنت البي هتساوي 2 اف، يبقى ساعتها مومنت ايه اكيد اكبر، والعكس صحيح. طيب تعالى اول حاجه لما تيجي نحسب الديستانس من الاي للفورس ومن البي للفورس، دي كده الديستانس بين ايه؟ بتوين بوينت تو بلين، صح؟ او بوينت تو لاين بمعنى صح اللي هو ده. قلت له بس طب انا اجيب الديستانس بين بوينت تو لاين ازاي؟ هقول لك زي ما كنا بنعمل في السوليد بالظبط. اول حاجه خليها كده y بلس 4x ماينس 5 ايكوال 0. تعالى انا اعيد ترتيبها عشان ده اللي لخبطني اول مره. 4x بلس y ماينس 5 ايكوال 0. لو عايز اجيب البربنديكولار ديستانس بين بوينت وبلين في السوليد جيومتري، كنت بتقول لي ايه؟ بتقول لي الديستانس بتساوي ابسوليوت البلين على نورمال ان، صح؟ اللي هو مثلا لو عندي بلين مثلا 2x ماينس 3y مثلا بلس 4z ماينس 10، كنت بحط على ابسوليوت على نورمال ان اللي هي مين؟ اللي هي 2 باور 2 بلس 3 باور 2 بلس 4 باور 2، صح؟ الان اللي هي الرقم اللي جنب x y z.
وبعدين كنت بعوض باكس واي زد ايه بالبوينت بتاعتي مثلا، نفترض ان هي كانت مثلا 1 ونيجاتيف 1 مثلا و2، فتحط هنا وهنا وهنا، يبقى انت كده جبت الديستنس بين البوينت دي والبلين ده. ده في حاله ان هي 3 دي. طب هتقول لي مثلا طب انا عندي هنا 2 دي، اقول لك نفس الكلام بالظبط، الفرق ان الزد كومبوننت بيختفي. بمعنى تعال نمسح كده مثلا، فضي بس البورد. حلو. هسميها ال ايه بتاعت ال ايه. يعني اول حاجه ابسوليوت يبقى 4x بلس y ماينس 5 على روت 4 باور 2 بلس 1 باور 2، صح؟ اللي هو كوفيشنت الاكس وكوفيشنت الواي. طب والاكس واي احط مكانهم كام؟ يلا الايه اللي هي كام؟ 1 و5. يبقى 4 باي 1 4 بلس 5 اللي هي واي يبقى 5 ماينس 5 على روت الكلام ده بروت 17. طبعا ده يروح مع ده، يعني 4 على روت 17. تمام. كده جبنا ايه؟ الديستنس من الايه للفورس بكام؟ ب 4 روت 17. طب تعالوا نجرب البي. البي ها نفس الايكويشن دي صح؟ هحط بقى مكان الاكس كام دلوقتي؟ 2، يبقى 4 باي 2 8. بعد كده بلس واي اللي هي كام؟ 1، يبقى بلس 1 ماينس 5 على روت 17. 9 ماينس 5 ب 4 يبقى 4 على روت 17. حلو جدا. كده لقيت ان الديستنس من الايه للفورس هي الديستنس من البي للفورس. معنى كده ان مومنت ايه يا اما بتساوي مومنت بي، يا مومنت ايه بتساوي نيجاتيف مومنت بي، فالاثنين دول اتكنسلوا معايا. يبقى انا شغال في ايه ولا بي بقى دلوقتي؟ ايه ولا سي بمعنى صح؟ هل هي دلوقتي الفورس بارل اي بي ولا بايسكت الاي بي؟ هتقول لي مثلا انا مش عارف. هقول لك طب خلاص، طب احنا ممكن نعرف ازاي؟ هل اعرف اختبار للبايسكت؟ لا. طب انا اعرف اختبار للفورس، اسف مش للفورس، للبارل؟ اه طبعا. لو عملنا كروس هتطلع زيرو، او ان الريشيو يكون واحد. تقول لي يا مستر معناته ايه الكلام ده؟ هقول لك اول حاجه تعالى نمسح الديستانس. سؤال يا شباب، مش انا دلوقتي دي ايكويشن اللاين بتاعت الفورس صح؟ انا عايزك تجيب لي 2 بوينتس على الفورس، 2 بوينت بيبلونج للفورس لللاين ده. فبداية ممكن حد يقول لي مثلا هفرض الواي ب 1 مثلا والاكس ب 1، عشان 1 بلس 4 ب 5، يبقى دي اول بوينت صح؟ هسميها مثلا سي. عايزين البوينت كمان مثلا نسميها دي. حد يقول لي مثلا خلاص مثلا افرض الواي ب 5 والاكس ب 0، صح؟ يبقى 5 بلس 0 ايكوال 5، صح برضه، اسميها دي. دلوقتي انا لو قلت ده لاين الاف اهو، فانا جبت هنا بوينت سي وبوينت هنا دي، صح كده؟ طب ما تيجوا نجيب دايركشن الفورس اللي هو هيساوي مين؟ هيساوي سي دي مثلا، او دي ماينس سي. فدايركشن الفورس هيساوي سي دي او دي ماينس سي او دي سي، مش هتفرق، دي 0 ماينس 1 نيجاتيف 1 و5 ماينس 1 4. كده دايركشن ايه؟ دايركشن الفورس. حلو قوي. طب دلوقتي انا عايز اعرف هل الدايركشن ده بارلل اي بي؟ بمعنى ايه يا جماعه؟ دلوقتي لو انا مسحت ده كده، هو انا دلوقتي محتار في ايه؟ انا محتار في حاجه من الاثنين. هل الاي بي كده والفورس كده بارلل ليهم؟ هل ده اللي حصل، ولا الاي بي كده والفورس بتبايسكت؟ فهو انا اختبار البايسكت ما اعرفوش صح، فانا هجرب اختبار البارل، اشوف هل دايركشن الفورس هو دايركشن الاي بي فيكتور او بي ماينس اي او اي ماينس بي، مش هتفرق، ما هو لو الريشيو واحده خلاص. طب تعالى نعمل اي بي بي ماينس اي، 2 ماينس 1 1 1 ماينس 5 نيجاتيف 4. كده بارل ولا مش بارل؟ تعالوا نشوف. 1 على نيجاتيف 1 نيجاتيف 1، نيجاتيف 4 على 4 نيجاتيف 1، يبقى بالفعل هما بارل صح؟ يبقى كده الفورس بارل لاي بي، وبالتالي يبقى مومنت ايه بتساوي مومنت بي. سؤال الصراحه فكرته حلوه قوي. تمام. هنخش على نمبر 3 بقى، نحول للسويت شيرت القديم. نمبر 3 بيقول لي in the opposite figure a body of weight W kilogram weight placed on a rough plane inclines by an angle of measure 60. بيقول لي a perpendicular force F plane of magnitude 2 W acts on the body to make the body about to slide. هيخليها about to ايه slide. واحده واحده. اول حاجه بس ما ننساش هنا عندي W كوزين ثيتا. هو بقى حد يقول لي يا مستر ام جي ده الكلام ده في الداينامكس، عشان احنا كده ايه بنروح في داهيه. W ساين ثيتا. وعندي هنا ايه؟ عندي هنا ان.
طيب بيقول لي هتخلي البادي about to slide then the coefficient of static friction between البادي والبلين بكام؟ equal 60. ايه 60 دي؟ دي تقريبا غلطة، يعني معرفش ايه دي الصراحة، بس يعني هنسيبها دلوقتي احتياطي يمكن نعوزها. المهم قال لي حاجة، أول حاجة طالما هو about to slide يبقى الفريكشن فين؟ لفوق. ميو اس في ان. حلو قوي. فاضل لي اعرف بس هي الفورس فين الدايركشن بتاعها. واضح ان الفورس دي بيربنديكولار لتحت، يعني مع ال دبليو كوزين سيتا، والفورس اصلا كانت بكام؟ كانت ب تي اهي 2 دبليو. وتاني هكرر اهو، محدش يجي يقول لي ملتبلاي 9.8، ما تدخلش الاستاتكس في الداينامكس. يلا يا باشا نعمل سم اكس بزيرو سم واي بزيرو. الان هتساوي دبليو كوزين سيتا بلس كام؟ 2 دبليو. والسيتا بكام؟ هو مداني ب 60، مديها اهي، يبقى ده هاف في دبليو بلس 2 دبليو، لان هتساوي 5 على 2 دبليو. يلا يا باشا اللي بعده سم اكس بزيرو، يعني ميو اس في ان اللي هي 5 على 2 دبليو بتساوي اللي تحت ده اللي هو دبليو في ساين سيتا اللي هي روت 3 على 2، ده يروح مع ده، ده يروح مع ده، فالميو اس هتساوي روت 3 على 5. ايزي طبعا، سؤال مش صعب، يبقى ال 6 دي طلعت كانت زياده. بس سؤال وانس ان انا رسمت السؤال خلفيا خلص فيه ثانيه الا ثانيه. يلا يا باشا اللي بعده. بيقول لي horizontal force of magnitude 50 act on a body placed on a rough horizontal plane. يلا يا باشا ادي عندي horizontal plane اهو، في فورس بكام؟ 50. قال لي ان هي ايه؟ قال لي ان هي horizontal. عندي هنا الان وعندي تحت ايه؟ الويت بتاعه بكام؟ ما ادانيش دلوقتي، ماشي. بيقول لي if the weight of the body is 75 اهو. بيقول لي then the coefficient of kinetic friction may be. تقول لي مستر اهو انت عمال تقول لي داينامكس وجات في وشنا اهو. اقول لك يا عم واحده واحده. اول حاجه هنا تعالوا نحسب الاف اس بكام. فاول حاجه الان هتساوي 75، اف اس اللي هي ميو اس في ان، يعني ميو اس باي 75 هتساوي 50. فالميو اس هتساوي 2 على 3. طب وبعدين يا مستر؟ هقول لك لو الميو اس ب 2 على 3، هي الميو كي ممكن تكون بكام؟ ممكن تكون باي فاليو اقل من 2 على 3. مش احنا عارفين ان الميو اس اللي هي الليميتنج كوفيشنت اوف ستاتيك فريكشن اعلى فريكشن اصلا، اعلى ميو من الاخر، فكده كده الميو بتاعت الكاينيتيك بتكون اقل منها. فدي اللي هي تقريبا ابروكسيمتلي ب 0.666 وهكذا كتير كده. هنحسب دي بكام؟ هتطلع ب 0.6 بس. دي هتطلع اكبر من 0.6، دي هتطلع اكبر من 0.6، دي اللي هتبقى 0.75، ودي هتطلع اكبر برضو من 0.6 اللي هي عشان 5 على 7 ب 0.7. يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع تكون ميو كي مين؟ السي، عشان الوحيده اللي اقل من الميو اس. بس كده. اللي بعده بيقول لي a force of magnitude 2√17 force unit. حلو. act in the coordinate plane and the equation of its line of action y minus 4x equal 12. شبه كده نمبر 1 تقريبا او 2. بيقول لي then the norm of moment force about الاوريجن. بيقول لي انا عايز اعرف المومنت عند الاوريجن بكام. حد قال لي يا مستر ده ايه ده؟ قلت له مستر انت بقى هنا زي الثانيه، هروح اجيب البوينت اللي عندها الفورس. اقول لك ممكن، بس انت ما عندكش دايركشن للفورس. هتروح تضطر تجيب بوينتين على الفورس وتجيب لهم دايركشن، وبعدين تروح تحول الفورس الفيكتور، وبعد كده تروح تعمل ار كروس اف. ليله طويله، وهي كده كده جايه في الامتحان قدام يعني. فانا يعني اعملها مرتين ورا بعض ليه؟ هقول لك طب مش انا بكل بساطه لو انا جبت البربنديكولار ديستانس من الاوريجن للفورس، يعني بمعنى اصح الارم اللي هو هنزله بربنديكولار من البوينت اللي انا عايز عندها المومنت اللي الفورس نفسها، مش هضربه في الاف على طول؟ تقول لي اه. هقول لك طب ما نعمل كده، احنا لسه عاملينها ورا. ال بتساوي ايه؟ absolute y minus 4x minus 12 على مين؟ ها؟ سكوير روت 1 باور 2 بلس 4 باور 2 او نيجاتيف 4 الاول باور 2. كده كده الباور 2 بيطير النيجاتيف يعني. هقعد بقى الواي والاكس بايه؟ بالبوينت اللي انا عايز اجيب ديستنس من عندها اللي هي مين؟ اللي هي الاوريجن. الاوريجن عباره عن ايه؟ 0 0. يلا يا شباب. فال هتساوي 0 ماينس 0 يبقى نيجاتيف 12 على روت 17. طبعا بما ان في ابسوليوت يبقى 12 على روت 17.
كده جبت ال بكام؟ جبت الارم بكام؟ عايز المومنت. يلا يا باشا، فورس اوف ديستانس على طول، يبقى 12 على روت 17 ملتبلاي 2 روت 17. ايزي هتطلع المومنت ب 24 مومنت يونتس. حد كان ممكن يحلها بالفيكتورز بس طريق طويل قوي وملهوش لازمه. ما هو خلي بالكم يا شباب، احنا في الامتحان عايزين نحل وعايزين نقفل بس في اسرع وقت ممكن، عشان اوفر لنفسي وقت اخر السنه اراجع، او لا قدر الله عشان لو جه كام سؤال صعبين بالنسبه لي اقدر اسيب لهم وقت في الاخر بعد ما اكون حليت كل حاجه وراجعت افكر فيهم برواقه. لكن ما ينفعش انا اكون عمال احل كله بستبس طويله. يا عم صح، ستبس صح واجيب لك درجات صح، بس اجي الاقي مثلا حد بيقول الاخر بيقولوا في لجنه فاضل ربع ساعه وانت فاضل لك 5 اسئله، كده اضطر تحلهم هادي بادي. 5 اسئله دول خلي بالك في منهم 2 مقالي لو 5 درجات لوحدهم، فمش عايزين نضيع درجات على اساس ان انت بتحل بطريقه طويله، لا دايما نشوف اقصر طريقه ممكنه ونحل بيها. يلا يا باشا اللي بعده بيقول لي في نمبر 6 the opposite figure shows a uniform wooden board of mass of length قصدي 8 متر. حلو. والماس is 20 كيلو جرام for each meter. ناخد بالنا كويس قوي من النقطه دي، عشان كده هنا بتبدا ايه بقى؟ الزيرو ستيكر بقى، نبدا كده نوزع زيروز على العيال. تقول لي مستر هو بقول لك الماس ب 20 لكل متر. هيجي وحد يقول لي مستر ما انا خدت بالي، اقول لك لا في غيرك ما خدش باله، وهتيجي اخر السنه من التوتر والاستعجال هتكتبها 20 مش هتضربها في 8. فاول حاجه اليونيفورم يعني الماس في النص صح ب 20 لكل متر. هم كام؟ هم 8. يبقى الماس دلوقتي او الويت هيساوي 8 باي 20 هيساوي 160. هنزله من النص هنا كده اهو. على يميني 4 وعلى شمالي كام؟ 4. حلو جدا. يبقى هنا 4 متر ودي 4 متر. يبقى من الاخر الحته دي بكام؟ ب 1 متر. الحته دي كده. بعد كده بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ريست اون تو سبورتس عند الاي وعند البي. بيقول لي اند كاريز ا بوكس اوف ماس 200 جرام. بيقول لي البوكس ده وزنه لوحده 200 جرام. تعال نرسم رسمه طب هنا عشان ايه ما نتلخبطش. عندي هنا طبعا رياكشن بي، عندي هنا رياكشن اي، عندي الماس كان نازل من النص كده 160. هنا 4 متر كده، عندي هنا بوكس هنا فيه 1 متر وهنا 3 متر، والبوكس ده اللي وزنه كام؟ 200. قال لي انا عايز اعرف R1 ماينس R2 بكام؟ R1 دي اللي هي RA يعني، نسميها R1 و R2 عشان ما تلخبطوش. R2 ادي R1. اول حاجه طالما هو بيرست هوريزونتال على 2 سبورتس يبقى السيستم ماله اندر ايكوليبريم، يعني سم اب ايكوال سم داون، يعني R1 بلس R2 ايكوال 160 بلس 200 ب 360. ادي نمبر 1 هبروزها كده اهو. طب وبعدين السيستم اندر ايكوليبريم صح، يعني المومنت عند اي بوينت بكام؟ بزيرو. فانا اجيب بقى المومنت عندي اجيبها عند البي براحتي. اجيب مثلا المومنت عند الايه. يلا التوان بتلف انتي كلوك يعني بوزيتيف، في الارم بتاعها بكام؟ اهو ب 3 بلس ال 160 بتلف برضه انتي كلوك، في الارم بتاعها ما حدش يقول لي 1 ها، ده كله 4. الار 2 بتلف نيجاتيف، في الارم بتاعها كله اللي هو 8، ده كله ايكوال 0. هيبقى عندي 8 ار 2 ايكوال، نحسب كده ادي 160 باي 4 بلس 600 هيديني 1240 ديفايدد 8 هتطلع الار 2 ب 155. يبقى في المقابل ار 1 هتطلع ب كم؟ 205. يبقى ار 1 ماينس ار 2 هتساوي 50. بس خلاص. هو طبعا مديكوا في الاجابات، لا مديكوا الار 2 الار 1 بس، مش مديكوا ار 2 عشان لو حد اتلخبط يعني. بس سؤال يعني بسيط جدا، بس ممكن يوقع في ايه؟ في نقطه الويت بتاعت اليونيفورم بورد، فناخد بالنا كويس قوي. بيقول لي in the opposite figure M is a circle of radius length 10. الراديوس بتاع الام بكام؟ ب 10. طيب بيقول لي الاي بي is a chord ماشي، السي دي دوت تانجنت حلو، الاي بي بكام؟ قال لي ب 16 ماشي. two forces of magnitude 20 و 20 act as shown in the figure
بيقول لي عاملين كابل زين المومنت النورم اوف الاتس مومنت بكام؟ عايز اعرف مومنت الكابل ده بكام. هو مش انا لو معايا السايد ده كده بكام؟ البربنديكولار ده اعرف خلص السؤال؟ طب سؤال، هو انا مش معايا ده بكام؟ ده قال لي الراديوس ب 10، ده ب 10 وده بكام؟ برضه ب 10. طبعا ده ايسوسلس صح؟ وده برضه اصلا ب 10، كله ب 10 يعني. طب مش الحته دي تساوي الحته دي؟ هو اصلا كان تقريبا مديني اللينس، قال لي الاي بي كله بكام؟ ب 16. ده عظيم، ده خلاص اهو. لو ده ب 16 يبقى انا هنزل هنا اقسمه ايه؟ نصين، ادي 8 وادي 8 لغايه هنا تمام. تعال نرسم الرسمه دي هنا كده. ادي هنا 10 10 8 8 وده كله ب 10. ده كله كده بكام؟ ب 10. سؤال، لو ده 10 و8 تعرف احسب الحته دي بس بكام؟ هتطلع ب 6 ببيثاغورس. طب لو دي 6 يبقى الحته اللي فوق في كام؟ ب 4. يبقى السؤال ايه؟ السؤال خلص يا باشا. المومنت هتساوي ال، يعني الحته دي خلاص ب 4 عشان الحته دي ب 6 صح؟ التو كابلز بيلفوا لبعض ايه؟ كلوك وايز. ده بيلف كده في المقابل ده بيلف كده. يبقى نيجاتيف 20 ملتبلاي 4 هتساوي نيجاتيف 80. حد يقول لي يا مستر اهو اديك غلطان. هقول لك لا يا باشا مش غلطان، بس انت لسه في نقطه ما قريناهاش. قال لك عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف نورم الكابل ده بكام اهو. قال لك انا عايز اعرف النورم بتاع المومنت بكام. فالنورم هو الماجنتيود دايما ايه؟ بوزيتيف، لكن الالجبريك ميجر بوزيتيف اور نيجاتيف عادي. يبقى طبعا النورم هيساوي 80. يبقى الاجابه نمبر دي. سؤال لذيذ صراحه. خش على اللي بعده. بيقول لي الفورسز F1 ب 3 ونيجاتيف 5، F2 بنيجاتيف 1 و4 وF3 بM و1 act at the points A, B, C respectively and the system formed a couple. Its moment بنيجاتيف 10. عايز اعرف M بلس N بكام؟ هو اصلا مش السيستم ده طالما عمل الكابل يبقى ايه شروطه لو هو عندي فيكتورز؟ في حاجتين يتحققوا. اول حاجه ان الريزلتنت بزيرو، تاني حاجه ان المومنت عند اي بوينت مش بزيرو. لو كان الريزلتنت بزيرو والمومنت عند اي بوينت بزيرو يبقى كده السيستم اندر ايكوليبريم. تاني، لو الار بزيرو والمومنت بزيرو يبقى ده كده ايكوليبريم. لو الار بزيرو والمومنت نوت ايكوال زيرو يبقى ده كده ايه؟ ده كده كابل. اول حاجه يبقى انا عندي الار بزيرو، يعني هجمعهم واساويهم بكام؟ بزيرو. يلا يا باشا، ار هتساوي F1 بلس F2 بلس F3 هتساوي يلا 3 بلس نيجاتيف 1 بلس M ب 2 بلس M كوما نيجاتيف 5 و4 و1 بزيرو اصلا. حلو جدا، ده كله ايكوال زيرو، يعني 2 بلس M ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. يبقى الام بتساوي نيجاتيف 2. ادي كده جبنا اول unknown. تقول لي بس طب واجيب ال دي منين؟ اول حاجه لان اصلا في البوينت ايه؟ هو مش قال لك مومنت الكابل بنيجاتيف 10؟ هتقول لي مثلا عند انهي بوينت؟ اقول لك عند اي بوينت طبعا، ما طالما ده الكابل يبقى المومنت عند كل البوينتس مالهم ايكوال. حلو، انا همسح الجزء ده لو حد عايزه ايه يصوره. يبقى المومنت عند اي بوينت بكام؟ بزيرو. تعالوا نفترض ان انا اختار مثلا المومنت عند السي مثلا. تقول لي مثلا اشمعنى سي؟ اقول لك عشان اطير الاف 3 او يا عم عشان ما تلخبطوش تعالى نجيبها عند الاوريجن. المومنت عند الاوريجن هتساوي R1 كروس F1 بلس R2 كروس F2 بلس R3 كروس F3. طبعا الار بتساوي ايه؟ البوينت اللي عندها الفورس ماينس اللي احسب عندها المومنت، او الفورس بوينت ماينس المومنت بوينت، او ايا كان انتوا حافظينها ازاي. R1 اللي هي نيجاتيف، طبعا اي حاجه ماينس الاوريجن بنفسها، يبقى نيجاتيف 1 وان كروس مع F1 اللي هي بكام؟ ب 3 ونيجاتيف 5 بلس البوينت الثانيه 0 1 كروس مع F2 اللي هي بنيجاتيف 1 و4.
بلس البوينت التالتة اللي هي 2 و 3. ايه دي؟ 2 و 3 كروس مع الاف التالتة اللي هي ام كان بكام؟ نيجاتيف 2 1. يلا يا باشا الكروس بتعمل ازاي؟ اكستريمز ماينس مينز. يلا يا باشا نيجاتيف 1 باي نيجاتيف 5 5 ده كله اصلا بيساوي نيجاتيف هنا ماينس 3 ان. يلا اللي بعده بلس 0 باي اي حاجه 0 ماينس نيجاتيف 1 يبقى بلس 1 بلس 2 باي 1 ادي 2 ماينس 3 باي نيجاتيف 2 يعني نيجاتيف 6 ونيجاتيف نيجاتيف 6 بوزيتيف 6. نبدا نظبطها. ادي نيجاتيف 10 هتساوي 5 ماينس 3 ان بلس 1 بلس 2 بلس 6 فيها بلس 9. يبقى من الاخر ممكن اطلع 3 ان وادخل نيجاتيف 10 جوه بالبوزيتيف. هيبقى 3 ان هتساوي 9 بلس 5 14 بلس 10 ب 24. يبقى الان بتساوي 8. هو ما تنساش بقى عشان انا عارف في حد غشيم هيروح يختار لي 8 بعد ده كله. هو مش عايز ان، عايز ان بلس ام. 8 بلس نيجاتيف 2 ادي دي واحده نيجاتيف 2 والثانيه ب 8. الصم بتاعهم بكام؟ ب 6. فيا شباب ما اجيش انا بعد ما اكون عملت ده كله اغلط في الحاجات الهبله دي. نركز كويس قوي عشان ساعات كتير قوي انت مش هتاخد بالك من كتر الاستعجال، مش هتركز وعايز ايه بالظبط، فانت ما تصدق اللي انت الحمد لله طلعت الله اكبر طلعت رقم في الاجابات تروح تعملها كده وكده. ده ايه؟ كنافه زيرو ماشي مش درجه. يلا يا باشا ايه اللي بعده؟ نمبر 9 بيقول لي in the opposite figure AB is a uniform rod of length 100 سم. تمام. and the weight 35 منزله من النص اهو. بيقول لي rests from its end A on a rough horizontal ground ماشي and from البوينت دي on a smooth metallic semi-sphere. If the rod is about to slide then the magnitude of a reaction of the semi-sphere on the rod بكام؟ بيقول لي رود about to slide عايز اعرف رياكشن السيمي-سفير بكام؟ حد يا مستر ده شكله سؤال رخم. اقول لك شكله رخم. طب واحده واحده. اول حاجه تعالى نطلع الرياكشن من هنا اهو. اول حاجه تطلع طبعا الرياكشن ماله بيطلع عامل انجل 90. حلو قوي. طب خلي بالكوا ده بيربنديكولار على البلين اي بي. ها طب اطلع رياكشن عند الايه؟ ار اي اهو. طبعا طالما about to slide يبقى عندي فريكشن فين؟ لجوه ميو اس في ان او في ار اي يعني. طب هو سؤال مش السيستم ده اندر ايكوليبريم؟ هو about to slide بس اندر ايكوليبريم. طب ما تيجي نجيب المومنت عند الاي. تقول لي يا مستر ليه؟ اقول لك عشان يا عم نخلص من القرف ده، نخلص من الميو اس اللي هو اصلا مش مداني ما اعرفش عنها اي معلومه صح؟ يلا يا باشا اشتغل على طول. مومنت عند الاي. ها مين اللي هيطير؟ ادي واحد وادي اتنين. الار دي بتروح للايه ازاي؟ انتي كلوك يعني بوزيتيف مالتبلاي الارم بتاعها. ما هو اصلا الار دي بيربنديكولار على البلين ده صح؟ عامله انجل 90 فاوريدي ده كده هو الارم بتاعها على طول اللي هو 70. فاهمني؟ فانا اصلا ده ميزه ان انا اكون ساند مثلا على سيمي سفير او ساند على ويدج او حاجه كده ان هي بتكون مطلعه رياكشن بيربنديكولار. طيب ال 35 بتلف ازاي؟ نيجاتيف يبقى نيجاتيف 35 مالتبلاي. فين الارم بتاع 35 اهو. هو ده كده بالنسبه للانجل 30 ماله؟ ده ادجيسنت. وطبعا اهو عارفين اهو ادي الترينجل اهو مثلا لو دي 30 الانجل يعني ودي 35 فده كده ادجيسنت وده كده اوبزيت. وطبعا احنا عارفين دايما الادجيسنت بيساوي هايبوتنس كوزاين سيتا والاوبزيت بيساوي ايه؟ هايبوتنس ساين سيتا. حد يقول لي يا مستر الكلام ده جه منين؟ هقول لك ان اصلا ساين سيتا بتساوي اوبزيت على هايبوتنس كاننا قسمناها وكوزين سيتا بتساوي ادجيسنت على هايبوتنس فانت في الاخر كانك عملت كروس مالتيبليكيشن يعني. يبقى طبعا ده خلاص طالما ادجيسنت يبقى هايبوتنس كوزين يعني 35 كوزين 30. نحسب الار دي بكام؟ كل طبعا ده ايكوال 0 يعني. انا اسف دي مش 35 دي 50. دي 50 كوزين سيتا. دي كانت 50 اصلا.
يلا باش انا نطير ماشي. 25 كوزين 30 تطلع عموما من الاخر هتبقى 25 روت 3 على 2. ليه دي؟ تعالوا بس اتاكد لكم يعني، بس انا ايه واثق من الاجابه. ثري بوينت 8. طيب شوف 25 روت 3 يلا على كثفتي لو طلعت غلط. شفتوا الكثفه؟ استنوا حسبت حاجه غلط اكيد. 30 ماشي. شفتوا بقى طلعت معايا غلط ليه؟ عشان كنت عاملها بالراد، المفروض بالديجري يا باشا. توب اللي بعده. نمبر 10 بيقول لي in the opposite figure AB is a uniform rod of length 90. تمام. and its weight is 10. حلو قوي. يعني طبعا ده بيقسمها كام؟ 45 يبقى الحته دي 45 صح؟ بيقول لي fixed from its end A at a hinge. يعني طبعا عندي hinge يبقى عندي ايه؟ RX و RY. على طول كده كل مره حته من السؤال اروح ايه اترجمها على طول عشان ايه؟ اساعد على نفس الدنيا. بيقول لي if the rod والسي دي بيقول لي بكام؟ ب 15. طبعا لو الحته دي ب 15 سنتيمتر يبقى الدي بي بكام؟ ب 30 سنتيمتر عشان كان كله بكام؟ 45 ودي طبعا سنتيمتر. بيقول لي if the rod became in equilibrium position when it inclines with the horizontal by an angle of measure 6. زي كده. بقول لي عايز اعرف الماجنتيود اوف التنشن تي، عايز اعرف التي بكام. بقول لك الرود اندر equilibrium. حلو. طيب واحده اول حاجه دي 60 يبقى الانجل دي كام؟ 30. سؤال، هو انا دلوقتي ده عامل انجل 90 صح؟ يعني انا اعرف اجيب له مومنت عند الايه بسهوله. طب ما تيجي نجيب المومنت عندنا نشوف مين هيطير ومين مش هيطير. انا دلوقتي عايز التنشن صح؟ يبقى انا مبدئيا اصلا ليه فكرت في الايه؟ عشان انا مش عايز لا ار اكس ولا ار واي، ولا عايز ادخل نفسي في حسابات كتير على الفاضي. هجيب المومنت عند دي عشان ايه؟ عشان اخلص من ده واخلص من ده. يلا يا باشا. اول حاجه التنشن ده بيروح للايه ازاي؟ انتي كلوك. يبقى تي ملتبلاي فين الارم ده كله اهو اللي هو بكام؟ 45 بلس 15 60. حلو جدا. يلا الروت 3 على 3 تي ده بيلف ازاي برضو؟ انتي كلوك. يبقى بلس روت 3 على 3 تي ملتبلاي فين الارم بتاعه؟ ده كده. هو ده بقى لسه قايلين اهو بالنسبه للانجل ده ايه؟ ده ادجيسنت يعني هيبوتنس ايه؟ كوزاين. والهيبوتنس 60 يبقى 60 كوزاين 30. حلو جدا. طب مش لسه في كمان 10؟ ده الويت صح؟ بيروح لايه ازاي بقى؟ ده بيروح لها كلوك يبقى نيجاتيف 10 مالتبلاي فين الارم بتاع ال 10 اهو. ده بالنسبه للانجل دي ايه؟ ده ادجيسنت بالنسبه لل 60 ادجيسنت يبقى هايبوتنس كوزاين يعني 45 كوزاين 60. كل ده ايكوال 0. يلا يا باشا. يبقى انا 60 تي بلس روت 3 على 3 في 60 كوزاين 30 ده يروح مع ده تبقى 30 تي ماينس او نوديها الناحيه الثانيه يبقى ايكوال هودي ده كله الناحيه الثانيه 10 باي 45 في كوزاين 6 هتطلع ب 225 تقريبا صح 225. يبقى دلوقتي عندي 90 تي ايكوال 225 تطلع تي 2.5 يبقى الاجابه نمبر ايه. سؤال لذيذ ما تخلوش يخضكم من الشكل، هو حقيقه هيخلص في مومنت بس لا محتاج حتى اعمل سم اكس ولا محتاج اعمل سم واي. يلا يا باشا اللي بعده. بيقول لي two forces F1 و F2 هم act at 2 points A و B respectively. بيقول لي then equation of line of intersection of equation line of a resultant بكام؟ حد يقول لي مستر اجيب ازاي equation line of resultant ده؟ اقول لك اول حاجه لما تيجي نفرض ان الريزلتنت عند بوينت اسمها اكس وواي. يعني اقول ان الريزلتنت act at اكس وواي. طب سؤال، لو الريزلتنت بيأكت عند اكس وواي هو مش انا ممكن اجيب المومنت عند الريزلتنت ايكوال كام؟ ايكوال 0. ده دايما المومنت عند الريزلتنت بكام؟ بزيرو. حلو جدا.
طب ما كده R1 هتساوي ايه؟ هتساوي ال A ماينس ال X و Y. و R2 هتساوي ايه؟ ال B ماينس X و Y. طب ما تيجي نجيبهم كده. ها 0 ماينس X نيجاتيف X، كوما 3 ماينس Y يبقى 3 ماينس Y. كده احنا جبنا R1. يلا يا باشا R2. 2 ماينس X ب 2 ماينس X، و0 ماينس Y بنيجاتيف Y. جبنا كده R1 و R2. ما تيجي نعمل R1 كروس F1 بلس R2 كروس F2 ايكوال 0. ليه؟ علشان تاني لسه قايلها لكم، المومنت عند الريزلتنت دايما بكام؟ دايما بزيرو. يبقى عندي نيجاتيف اكس اهو، و3 ماينس واي كروس F1 اللي هي ب5 ونيجاتيف 4 بلس R2 اللي هي بكام؟ ب 2 ماينس اكس ونيجاتيف واي كروس F2 اللي هي ب 15 ونيجاتيف 12. ده كله ايكوال 0. نفضي لنفسنا عشان ايه؟ نشتغل براحتنا. يلا باشا. ها اكستريمز نيجاتيف اكس في نيجاتيف 4 ادي 4 اكس ماينس المينز يبقى ماينس 5 مضروبه في 3 ماينس واي بلس يلا اكستريمز يبقى نيجاتيف 12 مضروبه في 2 ماينس اكس ماينس المينز ماينس نيجاتيف 15 واي يبقى بلس 15 واي. ده كله ايكوال 0. يلا يا باشا. يبقى 4 اكس ماينس 15 بلس 15 واي ده في ده يبقى نيجاتيف 24 بلس 12 اكس بلس 15 واي ايكوال 0. نبدأ نجمع الحاجات اللي شبه بعض. عندي هنا 4 اكس مثلا و 12 اكس يبقى 16 اكس. عندي 15 واي 15 واي يبقى بلس 30 واي. نيجاتيف 15 نيجاتيف 24 نيجاتيف 43 40 نيجاتيف 39 انا اسف. كل ده ايكوال 0. هاي ده الناحية التانية يبقى عندي 16 اكس بلس 30 واي ايكوال 39. الإجابة هنا بيقول انا اسف دي مش 15 واي دي 5 واي. برضو المنتال اخرته وحشه. ده تخيلوا بقى لو كان في 30 في الاجابات، ده مراجيح ادي 20 دي 5 واي. بس انا غلطه اللي ضربت 5 واي كنت قلت 15 هي 5 واي بس، فدي هتبقى 20 دي هتبقى 20. يبقى الاجابه نمبر سي. سؤال حلو بس مش صعب للدرجه. هتقول لي ايكويشن اوف لاين بتاع الريزلتنت ما تتخضش. افرض الريزلتنت بوينتس اسمها اكس وواي، هات المومنت عندها على طول ايكوال كام؟ ايكوال 0. يلا يا باشا اللي بعده. بقول لي في نمبر 12 ان ذا اوبست فيجر اي بي از يونيفورم رود اوف ويت 10 والويت نازل اهو من النص. بقول لي ايه في الكوفيشن اوف ستاتيك فريكشن بتوين الرود والجراوند ب 1 على 5. هنا عندي فريكشن بكام؟ ب 1 على 5. بيقول لي زين ذا ماجنتيود اوف الريليست هوريزونتال فورس اللي هي الاف دي acts at B to prevent the road from sliding. تعالوا نعملها بلون تاني. أول حاجة يعني إيه prevent the road from sliding؟ prevent the road from sliding يعني لو هو about to حاجة فهو about to slide صح؟ فالرود يعني الحتة دي هتتزحلق لبره كده صح؟ يبقى الفريكشن بتاعي فين؟ اللي جوه اللي هو ميو اس في R1. حد يقول لي يا مستر معقولة الفريكشن في نفس دايركشن فورس؟ اقول لك عادي مفيش ما يمنع. ناخد بالنا الفريكشن على حسب ما السؤال بيقول. قال لك تو بريفنت البادي فروم سلايدنج يا دوبك تمنعه انه يتزحلق. فلو هيكون في موشن هيكون اباوت تو ان هو سلايد يبقى الفريكشن فين؟ لجوه. يلا يا باشا نعمل سم اكس بزيرو سم واي بزيرو المومنت عند اي بوينت بزيرو. سم اكس بزيرو هو اصلا عايز يعرف ايه؟ عايز يعرف الاف بكام. ماشي يبقى R2 اللي هي ماشيه يمين بتساوي اللي ماشي شمال اللي هو اف بلس ميو اس R1 والميو اس بكام اصلا؟ 1 على 5 يبقى 1 على 5 R1. طب سم واي بزيرو يعني R1 هتساوي 10
صح؟ وبعدين المومنت عند اي بوينت بكام؟ بزيرو. طبعا نجيب المومنت عند البي. مين اللي هيطير؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3. الار 2 بتروح نيجاتيف، يبقى نيجاتيف ار 2 ملتبلاي. فين البربنديكولار عليها؟ ده كده صح؟ وده هو ده. والسايد ده بالنسبه لل 45 ماله؟ اوبوزيت، يعني في وش صح، يبقى هايبوتنس ساين. والهايبوتنس ده كله اللي هو اصلا ما ادانيش الطول بتاعه بكام؟ افرضه ال وال. يبقى 2 ال ساين 45. حلو. طب وال10 دي بتلف البي ازاي؟ بتلف لها انتي كلوك، يعني بوزيتيف 10 ملتبلاي. فين الارم لل10 اهو؟ ده كده. وده بالنسبه للانجل ايه؟ ده ادجيسنت، يعني هايبوتنس كوزاين، يعني ال كوزاين 45. كل ده ايكوال 0 صح؟ ممكن طبعا اشفي ال وال، الساين والكوزاين اللي 45 هم يبقى عندي 10 ماينس 2 ار 2 ايكوال 0. هتطلع الار 2 ب 5. نرجع نعوض هنا، يبقى عندي 5 ايكوال اف بلس 1 على 5 باي 10 اللي هي 2 هتروح الناحيه الثانيه، يبقى من الاخر هتطلع الاف ب 3. يبقى الاجابه نمبر بي. سؤال حلو بس فرهط شويه، بس قشطه مش صعب. اللي بعده بيقول لي in the opposite figure AB is a rod of negligible weight، ملوش وزن اصلا. if the rod equilibrate under الاكشن of the forces shown in the figure. عايز اعرف الساين ثيتا بكام. بيقول لي هو كده under equilibrium، عايز اعرف الساين ثيتا بكام. اقول لك ماشي. عندي هنا مبدئيا ايه؟ عندي هنا اوبشن من الاثنين، يا اما حد يحب يشتغل المومنت بال ريزوليوشن، يعني يروح يعمل هنا كده يقول لك هنا 300 كوزاين ثيتا، ونفس الكلام هنا 300 كوزاين ثيتا، وهنا 300 ساين ثيتا، وهنا 300 ساين ثيتا، ونفس الكلام للفورس دي والفورس دي. ده اوبشن عادي جدا. طبعا الكوزاين والكوزاين دول هيروحوا مع بعض عشان في وش بعض، وتجيب لي الساين والساين عادي جدا، وهيطلع لك الاجابه 10 على 10. في اوبشن تاني حد يقول لي مثلا هشتغل على طول ان انا هنزل البربنديكولار او الارم. اقول لك ده برده شايف ان هو ممكن يكون اوبشن ألذ شويه علشان هو اسرع شويه، بس ان كيس ان انت ما بتحبوش مفيش اي مشكله. التاني فرق بينه وبينه مثلا هتلاقي دقيقه او نص دقيقه في الحل، فعادي اللي انت معود نفسك عليه حل بيه. اول حاجه عندي ال 200 وال 200 دول كابل، هاجي اجيب لهم الكابل مومنت ال 200 وال 200 دول بيلفوا لبعض ازاي؟ ادي كده واحد وده التاني كده صح؟ يبقى دول كده انتي كلوك، يبقى بوزيتيف. ملتبلاي الديستنس بينهم كام؟ 1 بلس 1 بلس 4 بلس 1 بلس 1. بالكالكوليتر طبعا او بدماغك مش هتفرق، تطلع ب 8. يبقى 1600. ادي كده اول كابل. عندي مين كمان؟ عندي ال 300 روت 3 300 روت 3. لو انا نزلت الارم، لو انا عملت اكستنشن كده ونزلت الارم بالمنظر ده كده ال بتاعتي صح؟ هيقل بال 1 بالنسبه لانجل 60 دي مالها؟ دي اوبوزيت صح؟ لو دي الانجل 60 فده كده اوبوزيت في وشها، يعني هيساوي هايبوتنس ساين ثيتا. بس الهايبوتنس بقى بكام؟ هنا في 1 و4 و1. يبقى مبدئيا مومنت ال 300 روت 3 و 300 روت 3 بيلفوا لبعض كلوك، يعني نيجاتيف ملتبلاي. قلنا الارم ايه؟ هايبوتنس ساين ثيتا اللي هي ال 1 يعني، وال 1 بتساوي ايه؟ 6 ساين. ايه الساين دي؟ ال 1 هتساوي 6 ساين 60 اللي هي 3 روت 3. ده ممكن نحسبه بالكالكوليتر يطلع ب نيجاتيف 2700. تعالوا نتشيك، بس المفروض دي الاجابه يعني. عيب. بصوا جبنا التاني، فاضل التالت اللي هو مين؟ اللي هو 300 وال 300. تعالوا نمسح الحاجات اللي على الرسمه دي عشان بس ايه نوضح لنفسنا الصوره شويه. مبدئيا الساند فين الارم اهو؟ ده كده بالنسبه للانجل دي ايه؟ برضه اوبوزيت، بس الهايبوتنس المره دي كام بقى؟ 4. يبقى مومنت ال 300
وال 300 بيلفوا لبعض ازاي اصلا؟ انتي كلوك يعني بوزيتيف ملتبلاي 4 ساين ثيتا تساوي 1200 ساين ثيتا. حلو. طب وبعدين اصلا مش هو السيستم ده اندر ايكوليبريم، يعني سم المومنتس ده كله بكام؟ بزيرو. يعني 1600 ماينس 2700 بلس 1200 ساين ثيتا هيطلع بزيرو. من الاخر هيطلع هنا عندك 1200 ساين ثيتا ايكوال 1100. طير زيروهين مع زيروهين واقسم يبقى ساين ثيتا ب 11 على 12. هو كان عايز يعرف ايه الساين، صح؟ يبقى 11 على 12 على طول بس. ولو كان عايز الكوزين كنت ممكن تحسبها، اظن تطلع بتقريبا 5 على 12 حاجه كده يعني. خش على اللي بعده. بيقول لي ان ذا اوبس فيجر، ودي بقى السؤال اللي انا كلمتكم عليه في الاول اللي هو ايه؟ اللي هو هيفرهدني عشان هنا مديني النورم وهضطر اجيب انا الفيكتور للاف واعمله ار كروس اف وليله طويله. المهم بيقول لي اف بتاكت عند بوينت اسمها ام، بوينت اوف انترسكشن اوف الميديانز اوف ترينجل اي او بي، اللي هو دول كده 1 و2 و3. تمام. بيقول لي then the norm of the moment of the force about الاوريجن، عايز المومنت عند الاوريجن. فانا هضطر للاسف اجيب ايه؟ الدايركشن بتاع الاف واحوله ليونت فيكتور من السوليد جيومتري بقى واشتغل واحده واحده. تعال اول حاجه نجيب الام. فام اصلا بما ان هي انترسكشن الميديانز فالام هتساوي ايه؟ هتساوي او بلس اي بلس بي على كام؟ على 3. برافو عليكم. طب مبدئيا الاو بكام وكام وكام؟ 0 0 0 طبعا دي كلنا عارفينها. طب الاي دي على الواي اكسس يعني الاكس 0 وزد 0 والواي بكام؟ ب 3 اهي. والبي على الاكس يبقى 3 و0 و0. لو عوضنا بالكلام ده في الام جمعنا 3 بوينتس دول على 3 هتطلع معايا الام ب 1 1 و0. حلو قوي. جبنا الام. طب هو مش واضح ان الاف بتاكت من السي يعني السي ام ده على اللاين ده كله؟ يبقى انا محتاج كمان البوينت سي. طبعا البوينت دي على الزد اكسس يبقى اكس ب0 واي ب0 وزد بكام؟ ب4. اول حاجه خلي بالكم، تعالوا بقى نمسح عشان نشوف بس بعينينا هي الفورس بتاكت من مين لمين. طبعا الفورس كده بتاكت من ايه؟ من السي للام، فالدايركشن بتاعها سي ام. يبقى السي ام 1 ماينس 0 1 1 ماينس 0 1 0 ماينس 4 نيجاتيف 4. جبت السي ام وبعدين احوله ليونت فيكتور. قلت له احوله ليونت فيكتور ازاي؟ هقسمه على النورم. فاول حاجه نورم السي ام سكوير روت 1 بار 2 بلس 1 بار 2 بلس 4 بار 2 هيطلع روت 20 اللي هو 2 روت 5. حلو؟ لا 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 انا اسف، مش بروت 20، لا بروت 18. وروت 18 عباره عن 9 روت 2 3 روت 2. انا اسف، شفتوا المنتال ده؟ يا اتحسدت. 3 روت 2 ده كده نورم السي ام. تعالوا بقى نحول السي ام ليونت فيكتور. فهو يونت السي ام اصلا احنا عارفين هو يونت ايه؟ يونت الاف. هيساوي الفيكتور نفسه 1 1 ونيجاتيف 4 على النورم بتاعه 3 روت 2. تمام؟ حلو. طب وبعدين هو اي فورس اصلا، اي فورس كفيكتور بتساوي ايه؟ بتساوي نورم في ماجنتيود على طول. ما هو القانون كده ان اليونت بتساوي الفورس على النورم. فكاني عملت ايه؟ كروس مالتيبليكيشن. حلو قوي. تعالوا بقى نمسح الجزء اليمين ده، ما بقتش محتاجه، اللي هو البوينتات دي كلها. يبقى اول حاجه عندي الاف هتساوي ايه؟ النورم بتاعها بكام؟ اهو 15 روت 2 في اليونت اللي هو 1 1 ونيجاتيف 4 على 3 روت 2.
فطبعا ده يروح مع ده. 15 على 3 فيها ال 5، يبقى الاف هتساوي 5 نيجاتيف 20. كده جبت الاف بكام؟ بس لسه ما خلصناش، زي ما بقول لك السؤال ده بيبقى طويل قوي. فتخيل بقى ان حد كان في اول امتحان خالص حل السؤال ده تاني زيه، كنت تاخد دبل الوقت ده. طبعا وقت يعني مش قليل. انا عايز المومنت عند مين؟ عند الاوريجن. فانا عشان اجيب المومنت عند الاوريجن هحتاج ار كروس اف. معايا الاف خلاص اهو، هحتاج الار بوينت عندها الفورس ماينس اللي هحسب عنده المومنت، ومعايا البوينت عندها الفورس اللي هي بكام؟ اهي الام كانت بكام؟ لسه مسحنا، ناخد ولا السي برضه مسحناها، سبحان الله. الام هناخدها اللي هي بكام؟ ب 1 1 و0. يبقى دلوقتي الار هتساوي ام ماينس اوريجن هتساوي 1 1 و0. لسه ما خلصناش، استنى يا باشا، اتقالوا ده السؤال ده محتاج ايه؟ طولة بال. او تعالى بالازرق. فالمومنت بتساوي ايه؟ المفروض المومنت بتساوي ار كروس اف، صح؟ فالمومنت هتساوي، يلا يا باشا، اي جي كي. الار فين؟ اهي 1 1 0. والاف بكام؟ 5 نيجاتيف 20. يلا ادي بوزيتيف اي نيجاتيف جي بوزيتيف كي. ها ده في ده ماينس ده في ده نيجاتيف 20. كده الجي ده في ده ماينس ده في ده نيجاتيف 20 برضه، سبحان الله. والكي بزيرو. يبقى دلوقتي المومنت بتساوي نيجاتيف 20 و20 و0. حد يقول لي يا مستر ليه مش نيجاتيف 20؟ عشان اقول لك ان كان في نيجاتيف بره، بس اصلا ده مش موضوعنا. انا عايز نورمال مومنت. فنورمال مومنت هتساوي روت ده باور 2 بلس ده باور 2 هتساوي 20 روت 2. الحمد لله وصلنا بالسلامه. طبعا سؤال اجابته طويله قوي، مش صعب بس طويله قوي. فطبعا ممكن تسيبوه اصلا في اواخر الامتحان عشان ما تضيعش وقت، يعني ما ياخدش وقت اسئله تانية على الفاضي. في نفس الوقت لو انت حسيت في كذا سؤال بالمنظر ده، اعرف ان اكيد في تريكه تانية، عشان هو اخر الامتحان مش هيجيب لك، اخر السنه مش هيجيب لك اسئله كتيره تاخد المنظر ده في الوقت. يلا اللي بعده. In the opposite figure بيقول ال AB ب 6، ال BC ب 8، ال CD ب 10، وال E وال N ومش عارف are mid points لل BC و CD، والماس of magnitude 5 10 15 placed at A و E و N. بيقول ال center of gravity of the system with respect to the point C. يعني ال C دي هي الايه؟ هي الاوريجن بالنسبه لي. ال C دي هي الاوريجن بالنسبه لي. طيب تعالوا نعمل الجدول بتاعنا. هكتب ماس X و Y. كانوا هما 3 ماسز صح؟ قال لي كام وكام وكام؟ 5 و10 و15. 5 10 15. ال 5 عند ال A وال 10 عند ال E وال 15 عند ال N. عايز اشوف كل واحد فيهم مشي قد ايه من عند الاوريجن. نبدا بال 15. اول حاجه ده طبعا ده كده ايه؟ ده كده اكس اكسس صح؟ يبقى الواي بتاعتها بزيرو. مشيت قد ايه على الاكس؟ مشيت النص بالظبط اللي هو 5. حلو جدا، خلصنا ال 15. يلا على ال 10. ده كده ايه؟ ده كده الواي اكسس صح؟ طلعت قد ايه على الواي؟ 4 والاكس بتاعتها بزيرو صح؟ صح. فاضل ال 5. مبدئيا ال 5 طلعت قد ايه؟ طلعت ده كله، يعني طلعت 8 على الواي. مشيت قد ايه على الاكس بقى؟ مشيت كده. هتقول لي بقى 6 نيجاتيف 6. خلي بالكم ده الاوريجن بالنسبه لي، فهي الايه مشيت ده كله صح؟ فكان نيجاتيف 6. يلا يا باشا نجيب القانون بقى. الاكس جي هتساوي m1 في x1 يعني 5 باي نيجاتيف 6 بلس 10 باي 0 بلس 15 باي 5 على مجموع الماس اللي هو 5 بلس 10 بلس 15. ده هيروح 75 ماينس 30 فيها ال 45 على 30 فيها 3 على 2 تقريبا. استنى اتاكد كده. نيجاتيف 30 بلس 75 على 30 3 على 2 صح؟ يبقى خلاص هي الاجابه اصلا نمبر ايه. بس تعالى نحسب الواي جي بالمره عشان نتاكد ان احنا طلعنا بوينتات صح. 5 باي 8 بلس 10 باي 4 بلس 15 باي 0 خلاص 0 على ال 30
فهنا 40 و 40 8 على 30 ف 8 على 3 صح. يبقى الاجابه طبعا نمبر ايه. ده سؤال سي جي بس سهل ومباشر عادي يعني. يلا يا باشا اللي بعده. بيقول لي في نمبر 6 in the opposite figure a fine lamina of uniform thickness and density in the form of rectangle ABCD. ده برضه سي جي. بيديك لامنا بقى بيقول لك whose dimensions are 9 و 6 ماشي. بيقول لي a square is cut off from one of its corners. قال لي سكوير ده اتقطع. ده كده. ده كده اتقطع. بيقول لي if the center of gravity of a remainder part is G اللي هي ب 3.9 و 3.9. بيقول لي G دي 3.9 على الاكس و 3.9 و 3.3 على الواي. بيقول لي if the lamina is freely suspended from point H والسي اتش ده بكام؟ ب 0.6. السي اتش ده بكام؟ ب 0.6. بيقول لي انا عايز اعرف الميجر اوف الانجل اوف انكلينيشن اوف بي سي تو ذا فيرتيكال ان ايكوليبريم بوزيشن. عايز اعرف الانجل بتوين البي سي مع الفيرتيكال. هو مين اصلا الفيرتيكال لاين؟ الفيرتيكال لاين ده النقطه اللي انا معلق منها مع السنتر. يعني ده كده. ده كده الفيرتيكال لاين بتاعي وده كده البي سي صح؟ يبقى انا عايز اعرف السيتا دي بكام. وحقيقة هو سؤال سهل جدا. هو تحس ان هو تريكه بس هو سهل. تقول لي يا مستر يعني هنعمل ايه؟ هقول لك تعالى بص. تعالى نمسح ده كده. سؤال هو قال لك ان السي جي ده الارتفاع ده بكام؟ الواي بتاعتها بكام؟ ب 3.3 يعني ده السايد الاوبزيت ليا صح؟ وقال لك ان ده كله بكام؟ ب 3.9 صح؟ صح. بس قال لك كمان ان السي اتش ب 0.6. الحته دي ب 0.6 يبقى الحته دي اسميها مثلا دي. يبقى الاتش دي ده بكام؟ لا بلاش دي بقى عشان موجوده. نسميها مثلا ان. يبقى الان ده يبقى دلوقتي لو انا عندي السي ان كلها ب 3.9 والسي اتش ب 0.6 يبقى الاتش ان هتساوي 3.9 ماينس 3.9 ماينس 0.6 فهتساوي 3.3. معنى كده ان الاوبزيت للانجل دي كده الثيتا اهي الاوبزيت كان 3.3 وهنا كده عندي 3.3 الحته دي 0.6 صح؟ انا عايز الانجل دي صح؟ مش معايا الاوبزيت ومعايا الادجيسنت. يلا يا باشا تان ثيتا. تان ثيتا هتساوي 3.3 على 3.3 هتساوي 1 يبقى الثيتا ب 45. سؤال لذيذ جدا بس انت بس ما تحسش ان هو صعب. لا فكر فيه برواقه عادي خالص تلاقي نفسك حليته. نمبر 17 بيقول لي a man cannot push a container contains 13 boxes. بيقول لي في واحد مش هيقدر يزق الكونتينر فيه 13 بوكس. بيقول لي the weight of each box is 8 كيلو جرام weight. كل بوكس لوحده ب 8 كيلو جرام. قلنا في horizontal plane تمام. الكوفيشن اوف static friction between البلين والكونتينر ب 1 على 4 دي الميو اس ماشي. بيقول لي if the man push the container by a horizontal force of magnitude 20 and the weight of the container equals the weight of one box then the number of boxes must remove from the container to be about to move بكام؟ حد ولا مستني السؤال ده؟ انا حاسه كده ملخبطني قوي. اقول لك واحده واحده. تعال نرسم كده اهو. نرسم كده انكلايند بينهم. ادي الكونتينر اهو يا عم وجواه شويه بوكسز كده وهكذا تمام. بيقول لك وزن كل دول كام واحد؟ 4 وعايز كام؟ 13 ادي 8 يا عم عشان الدقه ادي 12 13 اي خدمه. ادي 13 بوكس كل واحد وزنه كام؟ كل واحد وزنه 8. يبقى دلوقتي ويت البوكسز هيساوي 13 باي 8 اللي هو 104 كيلو جرام. بس ده اصلا قال لي انا مش هقدر ازقه. قال لي وزن الكونتينر اهو weight of the container equals the weight of one box. وزن الكونتينر نفسه هو كمان ب 8. weight الكونتينر بكام؟ ب 8.
قال لي الراجل هيقدر يزق البوكس بفورس 20. تمام، هزقه بالفعل بفورس 20. فبيقول لي انا عايز اعرف محتاج اشيل كام بوكس. فواحده واحده، لو انا دلوقتي انا عندي هنا 20 وهيتزق، يبقى في الناحيه الثانيه ايه؟ طالما هو اباوت تو موف يبقى ايه؟ في اف اس، يعني ميو اس في ان. وادي الان اهي اللي انا مش عارفها دلوقتي. ما خلي بالك انا بقول لك ان انا محتاج اشيل بوكسات. طيب يبقى 20 ايكوال ميو اس بكام؟ 1 على 4 في ان. تطلع من هنا ان ايكوال 80. يعني ان ب 80 يعني الوزن اللي الراجل يقدر يزقه ب 80 كيلو جرام. ده وزن الكونتينر بالبوكسز. هو الكونتينر الواحد وزنه كام؟ وزنه 8 صح؟ يبقى دلوقتي 80 هتساوي 8 بلس ان باي 8. تقول لي مثلا لا ايه الايكويشن دي انا مش فاهمها الصراحه. واحده واحده. اقول لك يا عم واحده واحده. 80 ده الوزن اللي انا هزقه صح؟ انا بقول لك 8 ده وزن الكونتينر كله، ما هو كده كده يتزق. بلس ان باي 8. ان ده عدد البوكسات اللي انا مش عارفه في 8 اللي هو وزن كل واحد. هودي ده بالماينس يبقى 72 ايكوال 8 ان. هتطلع ان بكام؟ ب 9. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا عدد البوكسات اللي اقدر ازقها 9. عشان هيكون في وزنهم 72 وبلس ال 8 بتاعت الكونتينر يبقى وزنهم 80. ده اللي اقدر ازقه. يبقى انا اقدر ازق كام بوكس؟ 9. خلي بالكم موجوده في الاجابات، اللي هيختارها هنقول مبروك عليك احلى ايه؟ 0. تقول لي يا مستر ارحم بقى، فاهم؟ ارحمني. اقول لك ما هو خلي بالك انت ما قريتش السؤال كويس. قال لك then the number of boxes must remove from the container. محتاج اشيل كام بوكس من الكونتينر عشان اقدر ازق. مش محتاج كام بوكس في الكونتينر، محتاج اشيل كام بوكس. في فرق بين ان انا اشيل ومحتاج كام بوكس. السؤال ده ممكن يقول لك بطريقتين. ممكن يقول لك then the number of boxes must be in the container equal كام. ساعتها كنت تقول لي 9 صح. بس انا بقول لك number of containers must be removed from الكونتينر. فلو هو كان كله 13 بوكسز وانا محتاج 9 بس، يبقى انا محتاج اشيل كام منه؟ محتاج اشيل 4. يبقى الاجابه نمبر ايه هي الاجابه الصح. خلي بالكوا سؤال تركه بالذات في حوار ايه، ان هو ان انت ممكن حد يجي بعد ما يكون حله كله يغلط في اخر حته. تاني انا عملت ايه في السؤال؟ اول حاجه حد يقول لي مثلا طب ايه لازمه الجزء ده؟ اقول لك ملوش لازمه صراحه. كنت بقول لك بس لو احنا حابين نحسب الويت التوتال بكام هنحسبه، بس احنا مش كناش محتاجينه في حاجه. اول حاجه قال لي اقدر ازقه بفورس 20، فقلت في عكسها ميو اس في ان. ميو اس عندي على 1 على 4 يبقى عرفت على طول الان بكام؟ ب 80. الان دي عباره عن حاجتين، وزن الكونتينر ووزن البوكسات. وزن الكونتينر ب 8 اهو. وزن البوكسات اللي هم 8 في عددهم، واللي انا ما اعرفش عددهم هيكون كام. ما هو الراجل قال لك انا مش هقدر ازق 13، هقدر ازق بالفورس كذا. فانت محتاج تقول لي الفورس كذا دي بتزق كام بوكس. اللي ان في 8. جبت الان ب9 بوكسات، فمش هختار 9 بوكسات، لا انا عايز اعرف محتاج اشيل كام بوكس، فقلت لي اشيل 4 بوكسات. يلا يا باشا اللي بعده. ده كان سؤال حلو. بيقول لي في نمبر 18 in the opposite figure ABCD is a fine lamina of uniform thickness and density. ماشي. in the form of parallelogram is freely suspended from the point X. متعلقه من X، يبقى طبعا ده الاكس ده هو ايه؟ الفيرتيكال لاين بتاعي. كده دي 90. بيقول لي if it is equilibrated when ال AD is horizontal. ماشي. عايز اعرف الاكس دي بكام. اوكي. اول حاجه طبعا ده 45 ودي 90 يبقى دي 45 صح. وبالتالي يبقى السايد ده هو السايد ده كله. يعني الدي بي هيطلع بكام؟ ب 12 روت 2. ايسوسلس يعني. طيب اعرف احسب الاي دي كله بكام؟ اعرف. ببيثاغورس هيطلع الاي دي بروت 12 روت 2 باور 2 بلس 12 روت 2 باور 2 تطلع ب 24. فالاي دي كله بكام؟ ب 24 سنتيمتر. لغايه هنا تمام امين. حد يقول لي مستر طب ما تيجي ننزل كده ايه بربنديكولار بالمنظر ده. اقول لك ماشي. سؤال السايد ده بالنسبه للانجل ده ايه؟ ده ادجيسنت صح؟ يعني هايبوتنس كوزاين. يعني 12 روت 2 كوزاين 45. لو حسبته بالكالكوليتر يطلع بكام؟ بيطلع ب 12. طبعا بعيدا ان انا منزله يعني اهو عشان يكون بس واضح لكم. هيكون حاجه بالمنظر ده كده.
فده كله ب 12. يعني تقريبا النص اليمين ب 12 والنص الشمال ب 12. يبقى ده كله ب 12. حد يقول لي مثلا يا باشا 6 و6. وهي الناس المرزقه دي هي بتطلع معاها صح، هي تطلع ب 6 بالفعل. حد يقول لي مثلا لا تطلع ليه ب 6؟ تعالى نشوف. هقول لك طب تعالى يا عم واحده واحده. اول حاجه طبعا دي كمان 45 صح؟ حلو. طب وبعدين طبعا عندي دول سيميلر، يعني ده على ده ايكوال ده على ده ايكوال ده على ده، صح؟ صح. طب ومش انا هنا لا ماليش ان هو بيبايسكت فمش هنعرف. طيب تعالوا بس نمسح ايه الشخبطه الاوفر دي على الفاضي. حلو. طيب وبعدين انا ما زلت عايز اعرف الاكس دي بكام. حد يقول لي يا مستر ما هو دي كمان 45. هقول له هقول لي يعني السايد ده كمان ب 12 زي ده. هقول له ب 12 برضه صح، عندك حق. وبعدين قول لي يا مستر خلاص طب ما تيجي ننزل ده كده ببايثاغورس. اول حاجه ده معايا 12 صح، ده الهايبوتنس معايا 45، اعرف اجيب ده كده بالنسبه لي ايه؟ ده كده بالنسبه لي اوبزيت، يعني هايبوتنس ساين سيتا. اسميها مثلا ال، يبقى ال بتساوي ايه؟ 12 ساين 45، فال هتساوي 6 روت 2. طب وبعد ما جبت ال ده كده ب 6 روت 2. هو هتقول لي يا مستر هو مش كده السؤال خلص؟ اقول لك بالفعل خلص. تقول لي اقول لك دلوقتي اول حاجه ده 45 صح؟ قصدي دي 90 ودي كمان 45 صح؟ وده 6 روت 2. عايز تعرف تحسب ده، مش ده كده ال adjacent بالنسبه للانجل؟ فاسميها مثلا واي، يبقى واي بتساوي 6 روت 2 كوزين 45 هيساوي 6. وبما ان هو الاكس مثلا بوينت مثلا اسمها اي مثلا، طالما الدي اي كان كله اصلا ب 12 يبقى الاكس دي بكام؟ 12 ماينس 6 ب 6. سؤال من كل فيه بس شويه سمبليفاي ونلف ورا الانجل، هنا ننزل اكليدس ننزل بيربنديكولار بايثاغورس بتاع مش عارف ايه، ما فيهوش حاجه صعبه يعني. يلا يا باشا اللي بعده. اول سؤال بقى ايه؟ مقالي. بيقول لي in the opposite figure force of magnitude 8 14 12 و 2 act in direction BA AC CB و DC وال AB parallel DC. بيقول لي في السيستم ده equivalent الكابل، عايز يعرف نورمال الكابل بكام. اول حاجه هي فورس بس دي كده يعني بس. حد يقول لي مستر ده ايه ده رخم قوي. اقول لك حد يقول لي مستر خدت بالي من حاجه. اقول لك قول. هقول لي مش احنا كان عندنا كده قانون لو عندنا شكل والفورس السايكل اوردر كنا بنقول تقريبا 2 في السيرفيس اريا ريشيو. اقول لك توب التوب. قلت له بس انا خدت بالي من حاجه ان 12 على 6 فيها 2 و14 على 7 فيها 2. هيجي واحد صاحبك يقول لك لا حدق، طب ما هو 8 على 3 مش ب 2، يبقى انت كلامك غلط. هيجي واحد صايع يقول له لا يا باشا كلامه صح عادي. ليه؟ هقول لك ال8 دي هنفصلها 2 6 و2. يعني ايه؟ يعني تعال نعمل الشكل كده. هخلي ال8 دي عباره عن 2 و6. ينفع ما هم في نفس الدايركشن، ما اثرتش على حاجه، ما بوظتش حاجه. وهنا عندي 2 وهنا عندي التريانجل عادي خالص. هنا 3 سنتيمتر 12 و6 سنتيمتر وهنا 14 و7 سنتيمتر. حد ولا مستر؟ طب وبعدين مبدئيا انا في نظري السؤال ده ياخد 3 درجات. يعني هما السؤال فيه دوت واللي بعده درجتين ودرجه، قصدي درجتين وثلاثه، ده 3 عشان ده هيتعبنا شويتين. حد يقول لي يا مستر اهو 14 على 7 ايكوال 12 على 6 ايكوال 6 على 2 6 على 3 ايكوال 2. يبقى المومنت بتاعت التريانجل A B C
بتساوي 2 مش بتاعت الترينجل، بتاعت الفورس ديت يعني 2 في الاريا في الريشيو. صح، بس المشكله اصلا ان انا معيش انجل ومعيش بيز وهايت. حد يقول لي هاف باي بيز باي هايت، مش معايا. هاف سايد باي سايد في ساين انكلود انجل، مش معايا. حد يقول مستر امال اللي معايا؟ هقول لك بقى في قانون الاريا ثالث، وده مهم جدا 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 تكون عارفه، اللي هو بيساوي ايه؟ كانت الاريا بتساوي سكوير روت اس في اس ماينس اي في اس ماينس بي في اس ماينس سي في اس ماينس سي. هتقول لي يا مستر مين اس؟ الاس كانت بتساوي ايه يا شباب؟ البريمتر على 2. وده مهم جدا جدا اكون عارفه، عشان اي حد يكون ناسيه. لو هو لعب على القانون ده هنروح في داهيه. حلو كده، عرفنا نجيب الاريا خلاص. كده كده عندي اصلا البريمتر ايه؟ البريمتر بيساوي 7 بلس 3 بلس 6 ب 16، يبقى الاس هتساوي 16 على 2 فيها ال 8. يبقى انا خلاص جاهز ان انا اجيب اريا ال ترينجل ده، وبالتالي اجيب مومنت ال الشكل ده. حلو، بس هتبقى مشكله واحده الا وهي ال2 وال2. هجيب لهم مومنت ازاي؟ ما خلي بالكم ما يجيش حد يقول لي الارم بتاعهم 6، الارم بتاعهم مش ب 6 عشان ده مش بيربنديكولار عليهم، فانا محتاج بالتالي اجيب حاجه، اجيب الانجل دي مثلا، وبعد كده اقدر اجيب الانجل دي 180 ماينس واشتغل. طب اجيبها ازاي يا مستر؟ هقول لك بالكوزاين رول. حد يقول لي يا لهوي يا مستر، هقول لك عشان كده بقول لك ان السؤال ده يستحق الثلاث درجات، عشان ده فيه شغل كتير. تعرف الترينجل اي بي سي، اول حاجه انا همسح الرسمه بتاعتي دي. يلا، اول حاجه هسميها هنا ميجر بي يعني. فاول حاجه عندي الاوبوزيت الانجل سكوير، ده كان الكوزاين رول. 7 سكوير ايكوال 3 سكوير بلس 6 سكوير ماينس 2 باي 3 باي 6 كوزاين سيتا. ده كده فيها ال 45 هتروح الناحيه الثانيه 4، يبقى 4 ايكوال نيجاتيف ايه ده؟ 72 دي. فورتي 9 ماينس 9 40 ماينس 36 ب 4 ماشي. فكوزاين سيتا هتساوي نيجاتيف 1 على 8 دي ولا ايه؟ 4 ديفايد 72 بنيجاتيف 1 على كام؟ على 18 ماشي. فكوزاين سيتا دي بتساوي نيجاتيف 1 على 18. حلو، طب وبعدين انا اصلا عايز انزل ارم بالمنظر ده، صح؟ فاقول دوت بالنسبه للانجل دي اوبوزيت، يبقى هايبوتنس ساين، والهايبوتنس بكام؟ ب 6. محتاج اعرف الثيتا بكام. فاول حاجه اروح اعمل ايه؟ هعمل شيفت كوزاين للانسر، هتطلع لي الثيتا ب 93 مش عارف 0.184 حاجات كده، صح؟ دي الثيتا صح؟ انا مش قال اسف، دي الميجر بي مش ثيتا. ده ميجر البي بتساوي الكلام ده، يبقى الثيتا هتساوي 180 ماينس الكلام ده اللي هي بي. هعمل 180 ماينس الانسر على طول، هيطلع لي ب 86 بوينت مش عارف 815. فهي على الكالكوليتر على طول كده اروح ادوس ساين الانسر، تطلع ساين ثيتا ب 0.999 مش عارف ايه الكلام ده كله، مفيش مشكله. ال2 وال2 بيلفوا لبعض ازاي؟ ادي هنا كان في 2 بيلفوا كده وكده صح؟ يعني انتي كلوك. مالتبلاي الارم بتاعهم ده صح؟ يعني هايبوتنس ساين ثيتا، والهايبوتنس بكام؟ 6 في ساين ثيتا اللي هي على الكالكوليتر اللي هي 0.999 مش عارف ايه.
فانا من غير ابروكسيميشن اروح اعمل الانسر بتاعتي دي ملتبلاي 2 باي 6 تطلع المومنت دي ب 11.98. حلو جدا. كده جبنا مومنت 2 و2. فاضل بقى الجزء الاولاني ده كان بيساوي ايه؟ 2 في الاريا في الريشيو، والريشيو اصلا بكام؟ ب 2 ودوت 2. فاضل اجيب الاريا. اول حاجه الفورس دول بيلفوا لبعض ازاي؟ بيلفوا حوالين بعض كده انتي كلوك يعني بوزيتيف صح؟ يبقى 2 في 2 في الاريا اللي هي ايه؟ اللي هي السكوير روتس 8 في 8 ماينس 7 في 8 ماينس 5 اي 6 انا اسف في 8 ماينس 3 يبقى 4 ملتبلاي روت 8 ملتبلاي 8 ماينس 1 7 ب 1 ملتبلاي 2 ملتبلاي 5 تطلع 16 بوينت مش عارف ايه كده بلس ال 11.98 تطلع الاجابه 47.75. طبعا سؤال وحش قوي الصراحه، وحش وطويل قوي وداخل فيه يعني لفات كتير قوي مع بعض، الا وهي قانون الاريا، الكوزاين رول. هعمل 180 ماينس عشان ده كله عشان عاملين حرف يو فصام الانجلز ب 180 كان انزل البربنديكولار وهكذا. بس سؤال زي ما بقول لك بثلاث درجات فاكيد هيتعبنا. طبعا ده سؤال مقالي فانت كده كده اصلا مش هتتاكد من الاجابه بحاجه، فانت اللي انت تعمله ان انت تحاول تحل بس تكون متاكد من كل خطوه بتعملها ان انت بتعملها صح، ما بتجيبش قانون غلط مثلا او ما تستخدمش قانون كشكل غلط كده تعوض. تعال نشوف بقى السؤال الاخير. نمبر 20 بيقول لي in the opposite figure forces act as shown in the figure، مديني كده شكل معقد. بيقول لي عايز اعرف الماجنتيود and the direction of a result. فالطلبه دي لما شافت الامتحان ده قالت لي ايه ده؟ ايه يا باشا ده؟ ايه الشكل المتخلف ده؟ احنا ما خدناش حاجه زي ده. بقول لك يا عم طب ما تيجي نميل الشكل ده كده شويه كده اهو. ادي كده ده الاي وده البي، وهطلع هنا كده شويه ده السي اهو، وهنا عندي الفايف نازله بربنديكولار هو على رسمته اهو، والاي مطلعها هنا كده 10 دي 2 سنتيمتر 2 سنتيمتر ادي الاي، وعندي هنا 4 سنتيمتر، وعندي البوينت دي مطلعه واحده لفوق 15، والبوينت ايه منزله تحت كام؟ 10 2 سنتيمتر. كده رسمت الرسمه بشكل ايه؟ ابن ناس شويه. تقول لي مثلا طب وبعدين؟ هقول لك اول حاجه عايز اعرف الريزلتنت بكام والدايركشن بتاعه ثيتا يعني. فاول حاجه يا شباب هو مش دلوقتي بعيد عن بي سي، الجزء الاي بي ده لو انا هتكلم عنه لوحده عشان خلي بالكم هو انت عندك فورسز اكس وفورسز في الواي فتشتغل على دول لوحدهم ودول لوحدهم. مش عندي لو الريزلتنت بتاعت الاكس هقول اب ماينس دون الكبير ماينس الصغير صح؟ معنى كده ان ار اكس بكام؟ ب 15 ماينس 10 ب 5 وابورد، وطبعا لبره ناحيه الكبير يعني هنا 5 كده صح؟ طب لو بصيت على الاثنين دول هو اول حاجه دي مش ار اكس انا اسف دي ار واي عشان دي اللي على الفيرتيكال، الار اكس يمين وشمال، الار اكس هتساوي ايه؟ 10 ماينس 5 هتساوي 5 برضه، وهتبقى حاجه هنا كده 5 و5. لو حبيت اجيب الماجنتيود بتاع الريزلتنت خلاص خلصت، السؤال خلص يا شباب. 5 بار 2 بلس 5 بار 2 5 روت 2، وعايز اعرف الدايركشن 10 سيتا هتساوي ار واي على ار اكس تساوي 5 على 5 يبقى الثيتا 45 مع الهوريزونتال. تقول لي بس كده؟ بس اقول لك بس كده. شفتوا الموضوع بسيط ازاي؟ انتوا بس الطلبه كانت موتره نفسها ومقلقه نفسها من الشكل اللي هو الرسمه تخض، لكن اي حاجه ظبطتها ار اكس يا باشا على طول 5 ار واي ب 5 جبنا الماجنتيود جبنا الثيتا خلص السؤال. فالموضوع سهل جدا. بس وده كان امتحان الستاتكس للامتحان التجريبي. لو عاوزتوا اي حاجه اكتبوا لي ان شاء الله في الكومنتات وباذن الله احاول اعملها لكم، وتحياتي لاخواتي.